يلي مثلنا تعال عنا. أكثر شيء بضحكني التافهين يلي بيطلقوا على الأكثرية تسمية بني سمية أو بني أمية ظنا منهم أنه هذا الشيء رح يغيظ المنعوتين أو المقصودين بهذا الوصف. أنا بدي أكد لأولئك البلهاء التافهين أنهم واهمين جدا جدا. المقصودين بهذا الوصف يفتخرون بانتمائهم لتلك الدولة العظيمة، وأنا شخصيا هلأ بهذا الفيديو رح أكد لك ما يلي. تفيد كل المعطيات الملموسة والثابتة والمؤكدة والموثقة بأن الأمويين تمكنوا بحكمة واقتدار من حجز مكانة لائقة على خارطة العالم للعرب وللثقافة العربية وللعلوم العربية والإسلامية عبر ترسيخ أسس الإمبراطورية العربية الإسلامية التي وضعها أسلافهم خلال 3 عقود، ثم قاموا بتوسيع رقعة هذه الإمبراطورية. وهذه المقدمات والنتائج مجتمعة تجعل من حق وواجب كل عربي حقيقي أن يقدر مؤسس هذه الدولة معاوية بن أبي سفيان حق قدره ويفتخر به كما تفتخر بقية الأمم والشعوب بأعلامها. وردي على الأسديين وبعض انتبهوا العراقيين المتخلفين عقليا، عندما حكم الأمويون سوريا تفجرت طاقات السوريين فانتشروا في الأرض وأسسوا حضارة لا تزال آثارها قائمة إلى يومنا هذا. ويكفي أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر قصر الحمراء في أوروبا ومكتبة تومبوكتو في إفريقيا. كل هاي شواهد على نشر الأمويين للعمارة السورية العربية الإسلامية في أصقاع الأرض. وعلى الصعيد الثقافي انتشرت اللغة العربية وأبجدياتها على امتداد رقعة الإمبراطورية العربية الإسلامية. فبالإضافة إلى آلاف المفردات العربية ذات الاستخدام الديني، دخلت اللغات الأخرى مئات الكلمات العربية إن لم نقل الآلاف. أما خلال حكم الأسديين لسوريا شو صار؟ انتشر السوريون في كافة أصقاع الأرض بحثا عن مأوى كلاجئين، وقبل الثورة بحثا عن لقمة العيش. وعلى الصعيد المعماري انتشرت العشوائيات في كل مكان من الأرض السورية. وعلى الصعيد الثقافي لم يضف الأسديين أو الأسديون للغات العالم سوى كلمة واحدة: شبيحة. فشكرا لكل من ينسبنا إلى تلك الحقبة الذهبية من تاريخنا وتاريخ الأمة الإسلامية، وأنا متأكد أن الكثيرين مثلي، ولهيك بقول لك